السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة AI بالدارجة. معكم خوكم ياسين. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي بزاف الناس كيتسناوه: كيفاش تتعلم وتتقن اللغة الإنجليزية بالضبط بفضل الذكاء الاصطناعي. وكما وعدتكم اليوم غادي نبارطاجي معكم كل الأسرار اللي كنستعملها أنا شخصيا. قبل ما ندخلوا للتفاصيل خلينا نكونوا واقعيين. اللغة الإنجليزية ماشي مجرد لغة، هي مفتاح للفرص، مفتاح المعلومة، ومفتاح للعالم. بغيتي تخدم في شي شركة عالمية؟ الإنجليزية. بغيتي تقرأ أحدث الأبحاث؟ الإنجليزية. بغيتي تسافر وتواصل مع الناس؟ الإنجليزية. ما بقاش عندنا الحق نقولوا ما عنديش الوقت أو لا التعلم صعيب. دابا مع الذكاء الاصطناعي كل شي ولا ممكن. السر الأول ديالي هو الممارسة اليومية المكثفة والمخصصة. كنستعمل شات بوت بحال شات جي بي تي كشريك حوار شخصي 24 ساعة على 7. كيفاش؟ كنعطيه هاد البرومبت: تخيل أنك أستاذ لغة إنجليزية متخصص في تعليم المبتدئين، بغيتك دير معايا حوار يومي لمدة 10 دقائق على مواضيع مختلفة. صحح لي الأخطاء ديالي مباشرة واعطيني البدائل الأفضل وشجعني. نبداو اليوم بموضوع My Daily Routine. هنا الذكاء الاصطناعي كيولي أستاذك الخاص، كيهضر معك، كيصحح لك وكيعلمك. هادشي حسن من أي أستاذ حقيقي، حيت متوفر لك فوقاش ما بغيتي وما كيملش. إلا عجبك هاد المحتوى ولقيتي فيه الإفادة، ما تنساش دير لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. وخلي لي كومونتير لتحت شنو هي اللغة اللي كتعلمها حاليا، أو لا أي سؤال عندك، غادي نجاوب على كل شيء. السر الثاني هو توسيع المفردات بذكاء. عوض ما تحفظ الكلمات من القاموس، خليه هو يعلمك الكلمات في السياق ديالها. البرومبت اللي كنستعمل: أنا كنقرا مقال على Artificial Intelligence in Daily Life، بغيتك تستخرج لي أهم 5 الكلمات أو عبارات جديدة في هذا المقال، وتشرح لي كل وحدة في جملة مفيدة بالإنجليزية، ومن بعد تعطيني المرادفات ديالها باش نفهمها مزيان. هنا كتعلم الكلمات اللي فعلا غتستعملها، ماشي غير الحفظ الأعمى. تقدر دير هاد الشي مع أي فيديو شفتيه أو لا مقال قريتيه. السر الثالث هو الاستفادة القصوى من النطق والاستماع. بزاف ديال الشات بوتس فيهم خاصية تحويل النص لصوت، استعملها. مثلا بعد ما يعطيك الذكاء الاصطناعي جملة صحيحة، طلب منه: عفاك، واش ممكن تنطق لي هاد الجملة بصوت واضح وبنبرة طبيعية؟ هو غينطق لك الجملة، عاود وراه وسجل صوتك وقارن. هاد الممارسة غتخلي نطقك يتحسن بشكل خيالي. هادو كانوا الأسرار اللي كنستعملها باش نطور اللغة الإنجليزية ديالي يوميا بفضل الذكاء الاصطناعي. الأمر بسيط: الممارسة، الاستمرارية، واستعمال الأدوات بذكاء. ما تخلي حتى حاجة توقفك. ابدأ اليوم وغادي تشوف الفرق. نتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. نشوفكم في الفيديو الجاي وتهلاو.